السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ انا ياسمين محمد ودي رسائل ياسمين. النهاردة عايزين نبدأ رحلة جديدة مع بعض، رحلة مهمة ومهم ان احنا نجرب ندخلها ونحاول ان احنا نكسب فيها. رحلة اننا نكتشف نفسنا ونشوف احنا عايزين ايه، احنا مين اصلا، عايزين ايه وعايزين نبقى ايه في المستقبل، ودلوقتي عايزين ايه اصلا. اولا عشان نبدأ الرحلة لازم نعرف نفسنا، لازم نعرف الصورة الذاتية اللي احنا واخدينها عن نفسنا. يا ترى هي عاملة ازاي، هي ايجابية ولا سلبية ولا حلوة ولا هي مش كويسة قوي. فلازم نعرفها. طب ايه هي الصورة الذاتية اصلا؟ الصورة الذاتية اللي حضرتك شايف نفسك فيها، يعني عامل زي البرواز اللي حضرتك حاطط نفسك فيه، بقى صفاتك الشخصية قدرتك ومهاراتك وكل الحاجات دي. هنحاول نشوف منها الأحسن ونطوره، ومنها اللي مش كويس قوي ونحاول ان احنا نغيره للأحسن وأحسن ان شاء الله. بس عايزة اقولك يا عزيزي ان الصورة الشخصية دي جزء أساسي من شخصيتك، هي اللي بتحدد انت بتتعامل كل يوم ازاي مع اللي قدامك ومع نفسك، واي خلل فيه بيأثر بالسلب على شخصيتك وعلى تعاملاتك كل يوم. عارف ايه هي المشكلة الحقيقية؟ ان احنا واخدين الصورة الذاتية دي على انها ده انا ومش هتغير، ده انا وخدوني على زي ما انا كده يا جماعه. يعني لا، انا ما بتغيرش، مفيش حاجه اسمها كده. اتناقش وغير وجهتك وغير فكرتك. ده انت لو واخد فكره وحشه عن نفسك انت هتفضل يعني طول العمر سايق في ان انت وحش، يعني هتفضل تقول لنفسك كده. لا، هو مفيش حد وحش، هو في ميكس، حد فيه صفات الوحش والحلو، ولكن في حد بقى تكون غالب عليه الصفات الوحشة فيبان لك ان هو شخص مش كويس. في حد يكون غالب عليه الصفات الحلوة فيبان لك ان هو شخص ايه ده طيب وده جميل ومفيش منه ملاك وجميل. هو مش ملاك، هو انسان، لكن صفاته الطيبة غالبة عليه بس. وده اللي بنحاول نعمله في رحلتنا دي. خليني اقولك يا عزيزي ان الصورة الذاتية بتتكون من 3 حاجات. الحاجة الاولى هي الحاجة اللي انت تعرفها عن نفسك، يعني انت عارف ايه عن نفسك، قدرتك ايه، صفاتك ايه، ايه الحلو فيك وايه اللي مش كويس فيك، ايه الحاجة نقطة ضعفك وايه نقطة قوتك. الحاجات دي اللي انت تعرفها عن نفسك. طيب الحاجة التانية هي الحاجة اللي انت بتقدر تستنتجها عن نفسك، زي مثلا انك تقعد تقول لنفسك انا فاشل، انا مش بقدر اعمل حاجة، انا مش هعتمد، انا ما بعرفش اعتمد على نفسي، انا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي لنفسي، يعني هعمل ده ازاي، ولا هقوم بده ازاي، ولا هخلص التاسك اللي عليا ازاي. هو ده. وصدقني طول ما انت بتقول لنفسك كده، طول ما الصوره دي هتفضل ملازماك طول عمرك. هتفضل انت مش عارف تعمل حاجه، هتفضل شايف نفسك فاشل، هتفضل واقف مكانك ما بتتحركش. ده ليه عشان انت خدت صوره عن نفسك انك فاشل، فانا خلاص بقى طالما فاشل هقعد فاشل بقى طول عمري، مش هحاول ان انا اعمل حاجه. وده دي مش حياه يعني. احنا مش جايين عشان كده، احنا مش جايين عشان نقعد او نقف مكاننا، احنا جايين عشان نتغير ونغير. الحاجه الثالثه وهي اللي الناس بتقولوا عليك، او انت بتاخد ايه من الناس عنك، فكره الناس عنك ومعتقداتهم عنك وازاي بيفكروا فيك لما اسمك يجي مثلا، واللي لو كانت سلبيه وانت اتأثرت بيها، وشخص بيتأثر جدا بالكلام مثلا، وقد لا ينام البعض من كلمة قد قالها أحدهما، ده هيسبب لك ضيق وحزن، وهتفضل واخد الصورة دي في قلبك وكاتم وساكت. طب يعني أنا عارفة إن في ناس يعني بتتأثر جامد جامد جامد، بس لما بيتأثروا بياخدوا الفكرة على إنها صحيحة وهي مش صحيحة. يعني ايه مثلا حد يقول لي ان انا مثلا شكلي مش كويس، وانا اخد الصوره واقول ايوه فعلا انا شكلي مش كويس، واقعد اكره ابص لنفسي في المرايه عشان الناس بس قالت كده. يعني طب ليه؟ ما هو انا ممكن اخد الصوره دي وافلترها واقول انه عادي، يعني ما هو الجمال مقاييس وربنا هو اللي خلقنا، فاللي هو يعني هو ربنا يخلق حاجه وحشه يعني بالعقل يا جماعه؟ اكيد لا. فبالتالي انا هاخد الصوره دي افلترها جوايا، اقول انا مالي وماله، انا دلوقتي شايفه نفسي لطيفه وجميله وحلوه وكل الحاجات دي، فخلاص دي بتاعتي انا مش بتاعتك انت. فيا عزيزي الصوره الذاتيه الصحيحه اللي لازم تكون مفروضه وموجوده عندك، انه انا وحضرتك واي حد في الكون عندنا ايجابيات وعندنا سلبيات، لازم نقبل بوجودهم ولازم نتعلم منهم. الايجابيات هنطورها
والسلبيات هنحاول نقلل منها ونجيبها على الإيجابيات ونحاول نظبطها، بس نغيرها للأحسن. إنما لازم نتقبل الحقيقة البشرية اللي ربنا خلقنا بيها. طيب السؤال هنا هو طالما الأمر واضح وبسيط للدرجات دي، هو ليه صعب إن الإنسان يكون صورة ذاتية عن نفسه؟ ببساطة لأنك عندك احتياجات محتاجة إنها تتلبى، محتاج إن انت تلبيها واللي حواليك يلبوها لك. يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ أول واحدة إن انت محتاج تتشاف، محتاج تقول للناس أنا هنا، واللي حواليك يكونوا يعني انت محط أنظارهم ومحط اهتمامهم. تاني حاجة محتاج انك تتحب وتحس بالقبول من اللي حواليك. تالت حاجة انك تحس بقيمتك، ودي كتير قوي بنشوفها حوالينا، ان الانسان احيانا مبقاش حاسس بقيمته وسط الناس، او انسان تاني على النقيض تماما، ان هو مناخيره في السماء وشايف انا اعلى منكم، انا مفيش زيي، انا وانا وانا وانا. تالت حاجة انك تحس ان انت قادر تعتمد على نفسك، انك بتشتغل وقايم بواجباتك كويس جدا، قايم بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الاشخاص اللي حواليك، انك قادر تدخل دخل فتصرف على نفسك، ولو عندك بيت تصرف عليه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. الفيديو الجاي اتكلم معاكم عن الاسباب اللي ممكن تخلينا ناخد صورة مشوهة عن نفسنا، ونراكم الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.